إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتترك إعجابا للفيديو. أنهى الناخب الوطني جمال بالماضي الجدل بشأن مصيره مع المنتخب الوطني الجزائري بعد قرار إكمال مشواره مع الخضر. وجدد الكوتش بالماضي عقده مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وذلك بعدما وقع رسميا على عقد جديد يربطه مع الخضر إلى غاية 2026 بأهداف وتحديات جديدة. وكشفت صحيفة الخبر أن المدرب بالماضي سيتقاضى نفس الراتب الذي اتفق عليه بعد عودته من كأس إفريقيا بمصر عام 2019 مع رئيس الأسبق خير الدين زتشي. وينص العقد الجديد لجمال بالماضي على التأهل لنهائيات كأس إفريقيا القادمة بكوت ديفوار 2023 وقيادة محاربي الصحراء لحجز بطاقة التأهل لمونديال 2026. وشدد رئيس الفاف الحالي جهيد زفيزف على مكانة بالماضي رغم قيادته محاربي الصحراء لنكستين كبيرتين. وافق بالماضي على تخفيض راتبه من قرابة 2,000,000 يورو سنوياً لحد 1.5 مليون سنوياً بهدف التخفيف من حدد الانتقادات التي يتلقاها بشأن هذه النقطة. وأثار راتب بالماضي المرتفع جدلاً كبيراً وسط الرأي العام الكروي في الجزائر، حيث أدت إلى انقسام بارز وسط الشارع الرياضي، منهم المدافعين عنه ومنهم المعارضين.